السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت هتبدأ تشطب شقتك، فإياك ثم إياك ثم إياك إنك تبدأ تشطب شقتك من غير ما تعمل تصميم. مفيش حاجة اسمها أنا هبدأ وخلاص وهنتفق مع الصناعية احنا هنعمل ايه. ديت بتعمل كوارث بعدين. النهاردة الخامات نفسها بقت غالية، الصناعية مصنعياتهم بقت غالية، فبالتالي الخطوة اللي بتتاخد صعب أوي إنك ترجعها، هترجعها تدفع فلوس. فليه من الأول انت دلوقتي ناوي تبدأ شقتك، اول حاجه الف ب ان انت تبدا تصميم. لازما على الاقل حد ادنى تصميم 2 دي، يبقى عندك توزيع للفرش، انت عارف هتحط في كل فراغ ايه بالظبط. الجزء ده هيتحط فيه اوضه نوم، يبقى انا عارف ان فوق الكومودينو دوت في فيشه. ما ينفعش اروح بعد ما اشتغل الاقي ان الجزء اللي محطوط فيه فيش هو اللي محطوط فيه الدولاب، وان انا عندي بقيه الاوضه مش عارف استخدمها. ما ينفعش في الجزء مثلا انا مش محدد اذا كنت هحط انتريه ولا ركنه، والاقي ان الفيش كلها مثلا قلت الصنايعي اسس لي البرايز واطيه وتطلع كلها في ظهر الركنه تحت، يبقى انا ما استخدمتش اي حاجه وما استفدتش بيها اي حاجه. وفي نفس الوقت لو الامكانيات تسمح، والافضل طبعا ان احنا نشتغل 3 دي، يبقى انت كده خلاص حددت انت عايز تعمل ايه، انت عرفت نوع الدهان اللي انت عايزه، شكل الديكورات اللي هتعملها، كل تفصيلة في الشقة انت حددتها من قبل ما تبدأ. ليه؟ ان انت لو حبيت تغير اي حاجة فانت بتغير حاجة على الورق، فبالتالي مش دافع فلوسها. لكن مجرد ما خدت خطوة التشطيب، الحاجة اللي بتتحط بفلوس. لو ما عجبتكش او طلعت غلط هتتشال بفلوس وترجع تحطها تاني بفلوس، وده بيهدر معاك مبالغ جامدة جدا. زائد ان التصميم برضو بيحدد لك الميزانية بتاعتك، التصميم بيخليك مش ماشي بعشوائية. فهو لازم انك تبدأ اي حاجة هتبدأها لازم تبدأ بالديزاين الاول. حد ادنى 2 دي ما ينفعش، اسم الشقة بتاعتي مش عاملها 2 دي على الاقل. لو خلاص بقى ما فيش فلوس خالص، تمام. والافضل طبعا مليون مرة ال 3 دي، غير كده ما ينفعش. هتبقى بتهدر كمية فلوس وكمية خامات، يعني عارف اللي هو مش هتستمتع بوحدتك مهما كان. ان انت ممكن توصل لمرحله عايز تغير بس مش عايز، مش عارف، عشان خاطر لما تيجي تغير هتدفع فلوس تاني، فبالتالي بتتقبلها على وضعها كده. فليه من الاول؟ فاعمل ديزاين عشان ما تندمش.